ازاي تتفرج على افلام سلسله ذا كونجرينج بترتيب الاحداث؟ هو ده اللي انا هجاوب عليه النهارده بمناسبه نزول فيلم ذا نان الجزء الثاني. سلسله ذا كونجرينج مكونه من 8 افلام، الاحداث فيهم مرتبطه ببعض، لكن اول فيلم تبتدي بيه هو ذا نان الجزء الاول. الفيلم ده بيروينا تاريخ فالك وازاي بدأت الشر بتاعها في كنيسة في رومانيا، وبنشوف الراهبة المتدربة ايرين وهي بتحاول توقفها وبتستكشف الحاجات اللي هي بتعملها في الكنيسة دي، لكن فالك بتقدر تستحوذ على فرنشي وتخرج من الكنيسة دي عشان تكمل الشر بتاعها. كان معانا فيلم انابيل كريشن اللي بنشوف فيه صناعه الدميه انابيل، وازاي ان في عفريت شرير من العالم الاخر قدر ان هو يستحوذ على الدميه دي، وبعد ما ضحك على 2 متجوزين فقدوا بنتهم و تنكر كالروح بتاعة بنتهم عشان يستحوذ على الدمية دي. 12 سنة من الأحداث دي في مجموعة من الأيتام بيروحوا يعيشوا في البيت ده، والعفريت ده بيخرج لهم تاني عشان يستحوذ عليهم وياخد أرواحهم، لكن بيقدر ياخد روح بنت واحدة بس ويستحوذ عليها وهي جانيس ويخرج بيها للعالم كله. لكن بقية البنات بيقدروا يهربوا في الوقت المناسب، لكن بيفضل مستحوذ على جانيس لفترة طويلة عشان يكمل الخطط الشريرة بتاعته. كده بنشوف فيلم انابل اللي برضو بيحصل بعد فيلم انابل كريشن بفترة طويلة شوية من الزمن. طبعا العفريت الشرير ده ايه خطته بعد كده، وازاي رجع تاني لدمية انابل وبيستهدف 2 متجوزين وعندهم طفلة رضيعة. بيكون عايز طبعا ياخد روح الام، لكن بيرعب العيلة دي بان هو يخوفهم على بنتهم الصغيرة. بعد كده بعد احداث فيلم انابل بنشوف فيلم ذا كونجرينج 2013، افضل فيلم في السلسله واللي بدأ كل حاجه. العروسه انابل بتروح بعد كده لبيت الممرضات اللي بنشوفهم في اول الفيلم، وبرضه بتكون عايزه تستحوذ عليهم، لكن اد ودورين بيتدخلوا وبياخدوا العروسه دي عشان يتصرفوا معاها. بعد كده بقى بينتقلوا لاحداث تانية في بيت بتسكنه روح مشعوذه شريره بتكون بتستهدف العيله الجديده اللي عايشه في البيت ده وعايزه تستحوذ عليهم كلهم. بعد سنة واحدة من أحداث فيلم ذا كونجرينج بنشوف أحداث فيلم أنابيل كرييشن اللي بنشوف فيه أنابيل بعد ما راحت بيت إد ودورين بتستهدف بنتهم الصغيرة وبتحاول تستحوذ عليها هي كمان. نشوف أحداث فيلم ذا كونجرينج 2 هي بتحصل، وبرضو ده من أقوى الأفلام اللي موجودة معانا في السلسلة. بنشوف إد ودورين بيحققوا في قضية جديدة لبيت في لندن مسكون برضو بروح شريرة جدا. مش هحرق عليكم التويست اللي موجودة في الفيلم لو ما شفتوهاش، بس بنشوف كمان اكتر عن القدرات اللي عند دورين وازاي بتقدر تستخدمها. اخر فيلم معانا هو فيلم ذا كونجرينج الجزء الثالث. ايدو ودورين وهما بيحققوا في قضية قتل بشعة جدا، لكن الراجل اللي ارتكبها بيزعم ان هو كان تحت تأثير او تحت تحكم الارواح الشريرة، فبيحققوا في الموضوع ده وازاي فعلا حاجة زي كده تحصل، وهل هو بيقول حقيقة ولا لا. وده كده ترتيب افلام سلسله ذا كونجرينج كلها. اكتبوا لي في الكومنتات ايه الفيلم المفضل عندكم من السلسله دي، وهل هتتفرجوا على فيلم زنان الجزء الثاني ولا لا.